المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم وطاب مساءكم بكل خير. هذه حلقة متجددة من برنامجكم حوارات، والتي نحاول من خلالها أن نتناول العديد من المواضيع التي تتعلق بالوسائل التعليمية وفن الرسم المتعلق بالوسائل التعليمية. سادتي المشاهدين، ضيفي وضيفكم لهذه الحلقة هو الأستاذ حمد علي جنجار، مسؤول قسم الوسائل التعليمية في قسم التعليم العام بوزارة التعليم الإريترية. أستاذ حمد، أهلا ومرحبا بك، وأنت ضيف عزيز على برنامجنا حوارات. أهلا وسهلا أستاذ جمال. أولا التحية لك وللستاف المرافق لعملية التصوير وكل المشاهدين قناة إريتريا وكل الموجودين في الداخل وفي الخارج، فأهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بك مرة ثانية أستاذ جنجار، ونستهل حوارنا بمفهوم الرسم عند المناهج التعليمية المختلفة. نحن قبل ما نبدأ بمفهوم بصفة عامة، في توضيح بسيط ممكن نعطيه. هو الرسم. الرسم هو أبدع الإنسان منذ القدم. نعم. لكن المسائل هذه مع الزمن اتطورت، فابتكرت مدارس جديدة لفن الرسم، وهكذا وجدنا عدد من المدارس تختلف، كل مدرسة تعبر بطريقتها الخاصة. يعني هي الرسم. عشان كده لقينا مدرسة واقعية، مدرسة تعبيرية، مدرسة تكعيبية، نعم، مدرسة تدريجية، وحشية، إلى آخره، ما لا نهاية مدارس أبدا. ثم لو شفنا بعد كده التصوير اتفرع منه الرسومات التوضيحية. الرسومات التوضيحية هو موضوعنا اليوم، هيبقى ممكن ما يتعلق بالمناهج. نعم. وكيفية إذن الاختلاف بيناتهم، هذاك يعبر الفنان عن تطلعاته وأحلامه ويعبر بدواخله شعور تبعه في الرسم. أما التوضيح هو يفسر أو يبسط أو يسهل النص المكتوب إلى نص تصويري. نعم. هي الاختلاف اللي بيناتهم. أيوه. فعشان كده نحن ممكن عملنا تعريف في ناس عرفوه كتار من فنانين. نعم. بعض منهم قال هو جنس من أجناس الرسم والتصوير. نعم. المكرس لتوضيح فكرة أو شرح مادة أو تسهيل مادة معينة. قالوا. بعض منهم قالوا خطوط منحنية ومستقيمة وشكل بيساعد المدرس في تقديم مادة معينة لطلاب أو للمتعلمين أو متلقين ناس، بيسهل العملية تبسيطها. هي تعريفات من ضمن التعريفات هي تعريفات كثيرة موجودة، لكن هي أهم تعريفات أقولها أنا بالنسبة للرسومات التوضيحية. طيب، يعني لو تحدثنا عن مفهوم الرسم بصورة عامة، يعني ما هو فن الرسم ذاته؟ مفهوم تبعه هو عمل إبداعي. نعم. دائما نحن بنلقى واحد من الفنون، هي فنون كثيرة، نعم، فيها الرسم، فيها الموسيقى، فيها كذا إلى آخره. نعم. لكن واحد من هذين هي عملية إبداعية، يبدع الإنسان له مخيلة معينة. نعم. فالرسم هذا بيجسد أشياء خارجية ينقلها كما هي، وربما ممكن مش كما هي، ينقل إحساسه داخل المفهوم الرسم هذا. نعم. فعشان كده أنا بصور في آلة صورك كمحجوب بصفة خاصة. نعم. لا فيها زيادات ولا نقصان. نعم. بينما أنا كمصور ممكن أصور محجوب وأنقل فيه إحساس داخلي تبعي. نعم. عشان كده سموه الرسم بيختلف عن الآلة. إنسان آلة جاء نقل كما هي، نسخ. نعم. أما الإنسان هو أحاسيس ومشاعر. نعم. فبيبدأ هو بيرسم، بينقل أحاسيسه الداخلية داخل الرسم هذا. عشان كده مفهوم الرسم هو أعتبره عملية إبداعية، خلق للإنسان. وهذه طبعا الفنون من زمان، نحن لو شفناها من عصر الحجري. نعم. الإنسان البدائي أول ما بدأ يرسم في الكهوف. الأشياء اللي يرسمها كان إيش؟ كان لو قلنا نحن اليوم بسيد سيد كان بيرسم، كان
هو تقريبا يعني ده سؤالي المباشر يعني أيوة. من خلال يعني ما افصحت عنه انه يعني الرسم زي ما قلت هي احساس ومشاعر الفنان، وكل فنان له لمساته الخاصه. أكيد أكيد. طيب لمن يعني يرجع الفضل في ابتكار هذا الفن؟ والله الفن طبعا لكل شعوب إلى مقاسات للفن. نعم. أنا مثلا في عالم وواحد في عالم ثاني له مقاس معين بيرى بعين تبعه، هذا هو. لكن أقدم ناس هم ممكن اليونانيين بدأوه. نعم. اليونانيين أكثر، الرومان والإغريق أكثر ناس بدأوا هم الرسم، لأنه كان يعمل إلهات في الأبولو أول بدايته. نعم. وأكثر نحت اشتهروا بهم في النحت خاصة يعني. لكن فيما بعد في مدارس في القرن الخامس عشر والسابع عشر في إيطاليا وفي فرنسا وكذا اشتهرت أكثر مناطق، وهم اللي ممكن عملوا تأثير كبير موجود عندنا، المدرسة الواقعية، المدرسة الكذا إلى آخره. عشان كده نحن لو شفناه بدايته كانت من الكهوف، كانت الرسم. نعم. لكن فيما بعد يجي يتطور ويتطور وهكذا وصلنا اليوم آخر فن ممكن موجود فن بوب آرت. نعم. فن التعبير عن خردوات واقعة في الشارع، ممكن أنا بلمها وبعمل منها عمل مجسم معين. نعم. وتعتبر أكبر لوحة وتتباع بالمبالغ ما لها حد. أيوة نعم. وفي كثير من الفنانين يعني حتى يعني يحولوا حتى الأوساخ لا مؤاخذة أو حتى من المزابل وكده للوحات فنية والابتكارات يعني. طيب أستاذ قنجار، يعني إذا تحدثنا عن كيفية التنسيق بين الكاتب والرسام، يعني زي ما قلت أنت هو تحويل النص يعني إلى صورة بصري. إلى صورة. طيب كيف يتم التوافق؟ نحن عندنا على الأقل تجربة مررنا بها، على الأقل أنا في المناهج عندي فترة طويلة موجودة. نعم. فالكاتب بيكتب نص، النص هذا حسب المراحل المختلفة ممكن تختلف. ربما إذا كان في المراحل زي الروضة والمراحل الأولى، المرحلة الابتدائية، بيبدأ كلمة وصورة، حرف وصورة. فنلقى معظم الكتب الموجودة عندنا مصورة في المرحلة الخاصة الدنيا هذه. لكن نحن حوارنا هو بين الكاتب وبين الفنان هو. نعم. الكاتب طبعا بيعطي نص، وأنا كمصور بقرأ النص هذا. نعم. وبعد ما تخيلته أنا بعمل شكل كروكي، دراسات سريعة، رسم سريع خفيف بقلم رصاص، وأعرض على الكاتب. الكاتب بدوره يطلع على الرسوم، إذا كانت هي الفكرة اللي كان يحملها أصلا عن النص هذا كيف يحول إلى نص بصري. هو كان عنده مخيلة، وأنا كفنان عندي قراءتي ومخيلة تبعي موجودة، بحاول وبتناقش معه، يقول لا زيد هذه، لا نقص هذه. فإذا أقنعني ورأيت إنه من الصواب هو الملاحظات تبعه، فبيجي بعمل ملاحظات وبرجع ثاني كمان، وكل الملاحظات تبقى بقلم رصاص. نعم. مع ذلك بيجي لمرحلة ثانية، إذا وافق هو النص هذا بيتطابق فعلا مع النص المكتوب، النص الصورة هذا هو يتطابق معه إذا بقى ونفس المطلوب، أجب أنا بحبره. يا نحن عندنا الرسومات التوضيحية تكون خطوط زمان. نعم. فبحبرها وبعمل اسكان، وبعد كده بعطيه اياه في فلاش او حاجه ويستخدمها في النص تبعه. نعم. اذن عمليه توافق بين الكاتب وبين الفنان. نعم. انا بقرا النص واعمل عليه فكرتي، بعمل اختراع خواطري. نعم. وهو كمان بيشوف الخاطر، اذا كان وافق اهلا وسهلا. ومعظم الوقت ان انت فنان رؤيتك له تختلف عن هو ككاتب. نعم. هو ممكن يتخيل، لكن انت كفنان ممكن تراه بعين ثاني. نعم. فاذا اقتنعته في النهايه ممكن بيحول النص المكتوب الى نص مرئي يبقى يعني. طيب استاذ، يعني دور الالوان في توضيح الصور. طبعا الالوان له دور كبير. نعم. وخاصه احنا في المراحل
الابتدائية والإعدادية هذه تحتاج الألوان ذاته، مش ألوان فاقعة حارة بتجذبون. مجرد أنا لو حطيت لطفل ورقة عادية وورقة ملونة طوالي بيذهب على الورقة الملونة. نعم. هذا معناه ايش؟ تأثير الألوان له تأثير ما عادي. نعم. خلي الطفل، أنت كإنسان عادي كبير وواعي وعارف الصورة ايش هي وكذا وكذا، ومع كل شيء لو لقيت صورة بألوان وألوان مدروسة بشكل جميل فمباشرة أنت تجذبك الصورة بدون ما تحس. هذا معناه الألوان له تأثير، وهذا موجود في الطبيعة. نحن عندنا الألوان هذه كلها بنكتسبها من الطبيعة. الطبيعة عم تشوفها إذا فيها خضرة وألوان وحدائق وكذا نفسيا بترتاح، بينما إذا ما في حاجة صحراء وكذا فأكيد ما بتعطي هذه الإحساس هذا. فللأسباب التأويل وخاصة في الكتب التعليمية التلوين له تأثير كبير موجود. طيب يعني ما هي يعني ضرورة توافق يعني حجم الخط مع حجم الصورة في الكتاب المدرسي؟ ايه هذا قسم خاص اسمه قسم التصميم. نعم. يعتبر قسم ديزاين. القسم هذا هو بيعمل خطوط. مثلا أنا كتابي حجمه كيف؟ حيبقى بشكل أفقي، بشكل عمودي، حيبقى بعد كده بشوف الصورة هذه حجمها في الصفحة كيف يبقى مع حجم البونت المكتوب به الحروف هذه تتناسب. هذه التخصص خاص يسمى تخصص التصميم يسمى. نعم. كم الصفحة يبقى فيها كلمات، كم عدد الصور يبقى فيها. إذا بنلقى نحن في الكتب المرحلة الابتدائية عدد الصور أكثر وحرف البونت أكبر كمان، بينما في كلما انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة بنلقى تقل عدد الصور وحروف اللي تكتب بها إنها هذين بدل 18 و20 وكذا تقل إلى أن تصل إلى 16 إلى 14. هذا معناه ايش؟ معناه يورينا الكتابة كلما ارتقينا لفوق تكتر، بينما الصور تقل. وبالعكس إذا كان مراحل الدنيا الصور تكون أكثر، لكن فيما بعد بيعمل طبعا هذا كمان يرجع للكاتب والمسمم. الكاتب بيجعل المسمم ويقول له والله أنا تصوري الكتاب بهالطريقة هذه، فالصورة بيعملها، لكن المسمم بيعطيه سكتش أول عمله دراسة في ورقة وبيقول له الصفحة تطلع كده، على الصور حيطلع فيها كده، على الحروف حيبقى كده. الكتاب يحوي مثلا حوالي 60-70 صفحة، على الصور فيه كذا، وعلى ضوء كده هو يقسمه بشكل يكون جميل جذاب، عشان ما يكون صور في مكان واحد مردومة وصور وصفحات ما فيها صور. فهذه طبعا تخصص ودراسة مختص به فئة تعمل في هذا الشيء. طيب أستاذ، يعني أهمية موقع الصورة في داخل الكتاب أو تحديدا في صفحات الكتاب. طبعا أنا في يسموه لوحة المقاسات الذهبية يسموها مثلا. حتى لو شفنا الخلفية اللي وراك هذه شكل مستطيل تبعها. نعم. حتى شكل مستطيل لما نساوي أنا الشكل الخط الرأسي والخط اللي واقف عمودة هذين تناسب تبعهم يبقوا. إذا ما أبقى أنا هذا بكون قصير وهذا طويل، هذا حجم تبعه إيش بيساوي؟ بعمل أنا الصورة الكتاب صفحة، إذا كان يطبع في صفحة 4x4 صفحة 4 ورق السايز 4 اللي يسمى هذا. نعم. هي 4. نعم. تبع الطباعة. فبعمل الصورة في نص الصفحة. نعم. نص الصفحة إذا بقت الصورة هذه فيما بعد إذا أنا حدخلها ممكن تكون صغيرة وصغيرة، وممكن بيجي بكبرها تكون قريبة للصفحة ما يتأثر، لأنه أنا أرسم قاعد بخط. لو كان تلوين كلها ممكن ما يبقى فيها مشكلة، لكن الخط كلما كبرته الخط معها بيكبر. نعم. كلما صغرت الخط معها بيصغر. نعم. فعشان ما تحصل الكلام هذا
أنا من أول أقول للكاتب أيوة عندك تصميم الكتاب، أيوة صفحاته كذا حتبقى، أيوة صورة حجمها كم في كم، كذا في كذا. نعم. أنا برسم كذا وبعد كده بظبط على نفس المقاس اللي هو دايره. وفي اليوم بحكم إنه تطور عندنا برامج ديزاين يسموه، أنا ممكن بعطيها عدد الصفحات وعدد الصور وعدد الكلمات في دقيقة واحدة، ممكن بعمل كده كل واحد في مكانه بتنزل، كل واحد عنده فايل نعم. تبع صور عندي، فايل تبع الكتابة، فايل الأشياء اللي بساويها أنا، وبعد كده بس بدقة واحدة كل واحد في الصفحة تبعه بتنزل ومربوطات مع بعض. نعم. هذه طبعا اليوم العلم كل ما تطور كل ما سهل. نعم. نحن في الفترة السابقة كنا نشتغل على وورد. نعم. فترة طويلة وورد بقى ما في هذه التقنيات هذه. نعم. لكن اليوم بحكم تقنيات قاعد كل مرة تسهل قاعد العمل، فممكن بلمسة بسيطة ممكن بينتهي من عدد كبير من أشياء ممكن زمان كانت تأخذ منه وقت كبير. أستاذ حمد علي قنجار، يعني شكرا لهذه المعلومات القيمة وهذا التنوير الرائع. نحاول نستكمل ما تبقى من حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله. المشاهدون الأكارم، بذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حوارات، آملين على أن نستكمل هذا الحوار مع الأستاذ قنجار في الحلقة القادمة بإذن الله. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية فقرات برامجنا، وإلى أن نلتقيكم في أمان الله.